اهو، عشان احاول ان يبقى كتير وتشوفوه اهو. شايفين الفرق؟ شايفين؟ الفيديو النهارده يا جماعه عن طرق ازاله الشعر للوجه، بس بطريقه امنه وما تعملش اي حبوب. طبعا كل الستات يعني عارفين الفتله بتاعه الشعر، الخيط يعني، ودي عارفين قوي ان هي خلاص يا جماعه دي بقت تعمل تجاعيد يعني. بقت الناس كلها عارفه ان بتعمل تجاعيد في الوجه، ان هي بتطلع حبوب تحت الجلد. هي بتشيل الشعر من الجدر بصراحه ولفتره طويله قوي، بس في ناس مش قادره تستحملها قوي يعني. فنركنها على جنب. انا بصراحه زمان خالص يعني كنت ماشيه استخدمها من سنين الكلام ده، بس ما بفضلهاش دلوقتي خالص. ندخل مثلا على الوكس. الوكس انا ما بنصحش بيه ابدا 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 للوش يا جماعه، لانه بيعمل ترهلات جامده جدا وبيعمل التهاب، وفي ناس ربنا يعافينا حصل لها على فكره حاجات في بشرتها من الوكس ده، ممكن توصل لحرق في البشره، ان بشرتها مش مستحمله، عندها حساسيه شديده قوي ومش مستحمله ابدا. فيا جماعه بلاش بلاش، وحش جدا وضار جدا. ندخل على اللي احنا بقى قايلين عليه النهارده، اللي هي الشفرات. في شفرات زي فلامينجو دي مثلا، دي شفره يبقى ده شكلها اهي بالمنظر ده، تمام اهي. هي بتتباع باكت كده 3 مع بعض وبتقعد معاكي كتير. وفي شفره دي بتبقى استخدام مره واحده، دي بيبقى سلاح الامان ده فيها، ده بيتقطن اهو، ده مرن كده بيتقطن وبتستخدميه. بس دي يا جماعه انا بستخدمها عشان انا بروفيشنال في الموضوع ده، لكن لو واحده عاديه استخدمتها هي بتشيل، انتوا مش متخيلين تقشير الوجه، بتشيل كل الشعيرات اللي في الوش كله. لكن شفرتها حاميه جدا جدا. لازم واحده تكون متمكنه قوي قوي في شغلها، ما ينفعش واحده عاديه ست بيت عاديه تجيبها وتستخدمها، مع ان هي في محلات مستلزمات التجميل. لو انت متمكنه تعمليها تمام. لا هتعوري نفسك، لا يا جماعه الوش لو اتعورتي جرح الموضوع صعب، لان دي شفرتها حاده قوي. وفي البلادنج دي حاجه لوحدها تانية خالص، دي برضو بتبقى متخصصين. ودي كان عندي في شغلي، ودي طبعا هي بتقعد فيها 100 شفره بتستخدميها لو ليكي انت استخدام شخصي يعني، وكل مره بتغيري السن مثلا وبتستخدميه. او لو ليكي انت لوحدك طبعا عشان احنا شغلنا كان كده، لكن انت لوحدك لا، ممكن تطهريها بالكحول وتستخدمي الشفره كذا مره، اللي هي شفرتها برضو بتبقى حاده قوي ومش اي حد يستخدمها برضه. احنا بقى خلينا في حاجه بسيطه نقدر نستخدمها في البيت زي الفلامينكو كده للشعيرات الشعر اللي بيضايقنا في وشنا. طيب هل انا ينفع اجيب كده الفلامينكو دي؟ انا دلوقتي وشي مغسول تماما، ما فيهوش نقطه ميك اب ولا في اي حاجه خالص، هل ينفع استخدم كده دايركت على الوش؟ ما ينفعش. ليه؟ هسبب تجريح في البشره، وهشيل الطبقه الضعيفه بتاعه الجلد دي وهوصل للطبقه اللي تحت، هيسبب جروح في بشرتي حتى لو الجرح ما بانش في ساعتها، لكن انا كده بدخل في طبقات الجلد من تحت البشره، هطلع حبوب تحت الجلد وهتعمل تجاعيد، وهتطلع لي ممكن جروح تبقى ظاهره كمان بره. عارفين حاجه ناشفه وانا عماله بعمل كده؟ متخيلين؟ طب اعمل ايه؟ ممكن احط حاجه طريه على وشي بحيث ان انا لما اعمل كده البشره ما يحصلهاش اي حاجه. في حاجات مثلا انا شخصيا بستخدمها وبفضلها، زي ده من بوبانا يا جماعه، تمام؟ ده هيالورونيك اسيد، ده من بوبانا. ممكن اي شركه انت تفضليها، انا ما عنديش مشكله خالص. هو ده فيتامين سي، وده بيدي كمان تفتيح للبشره، تمام؟ في منه واحد نوع تاني ده لترطيب البشره. الاتنين ملح بحري، الاتنين ملح بحري عادي جدا، بس في فيتامين سي وده بملح البحر عادي. الاتنين في بوبانا، ودي شركه مصريه فمش مقاطعه يعني، فعادي ان احنا ايه نستخدمهم. طيب انا مش عايزه اكلف نفسي واجيب ده، مفيش مشكله خالص. ممكن تجيبي جل الصبار من الصيدليه وتحطيه على وشك، هيأدي نفس الغرض وارخص. انا ما عنديش مشكله خالص، بس انا عايزه اي حاجه تكون حمايه للبشره قبل ما احطها. هبتدي بقى ان انا اوزع الهيالورونيك على وشي علشان ابتدي استخدم الشفر. انا كده يا جماعه وزعت اهو كل اللي انا بعمله. طبعا انا وزعت حتى في الاماكن اللي انا ممكن ما اعملش فيها، لان هو اصلا بيفتح البشره، بيتساب الفتره دي حاجه ممتازه جدا مش حاجه ضاره. باجي كده كده وباجي كده اهو. طبعا انا بقالي فتره كبيره ما شلتش اي حاجه عشان تبقوا شايفين كويس قوي ان انا شعر وشي اصفر
اهو، عشان احاول ان يبقى كتير وتشوفوه اهو. شايفين الفرق؟ شايفين؟ تاني شايفين؟ هنا اكتر، هنا باين اكتر من التاني. شايفين؟ وانتي بتشتغلي بتشدي شدة بسيطة كده علشان بس البشرة تبقى مشدودة وانتي بتشتغلي. طبعا دي كلها ايه، عندي بثور. انا هنا يا جماعة بعمل الجزء ده بس، انا بعملش حواجبي. او عاوزين اعمل لكم تشقير الحواجب اعملها، لكن انا حواجبي نفسها انا ما بعملهاش. وحتى التشقير يا جماعه انا ما باجيش على رسمه الحاجب، رسمه الحاجب زي ما هو، بس انا بقالي كتير قوي ما بعملهاش، يعني كيرف حواجبي خد شكل خلاص، فانا ما بقتش، يعني بقالي سنين ما بعملهاش. اول ما بطلت اعملها كنت بعمل تشقير، وبعد كده هو بفضل الله حواجبي خدت شكل كده فما بقتش اعملها اصلا حتى تشقير. ممكن اعمل لكم فيديو للتشقير حلو جدا للناس اللي بتضايقها الجزء ده اللي فيه شعر. بس انت عادي مسموح لك على فكره ان انت تقصي الحاجب كده، لو الحاجب طويل قوي يعني بيضايقك مثلا عليكي ممكن تقصي بالمقص، لكن طبعا احنا ما بناخدش من الجزء ده وبنعمل رسم للحاجب والكلام ده، يعني ده حرام شرعا. عارفين وانا بشتغل كده في شعيرات صغننه كده يعني بتنزل زي القشر بالظبط، بحاول بس على قد ما اقدر اوريها لكم. يعني تخيلوا مثلا هنا البثور اللي عندي دي، الحبوب اللي عندي دي، الشفرة خدتها. لو انا مش حاطه مثلا الماسك ده بقى كنتوا هتشوفوا يعني البشره كانت تتجرح اكتر بكتير، لكن انا كده حافظت على ان البشره تفضل مترطبه زي ما هي. تمام. انا مش عايزه بقى ايه اضيع وقت اكتر من في الفيديو كده. عملت الجزء اللي انا، لان انا اصلا اغلب الوقت بعمل الجزء ده والجزء ده، وطبعا ده هو ده اهم حاجه عندي. يعني ما بعملش حواجبي وكده، هي ممكن الجزء ده وطبعا ده وده بعمله اكتر عشان دايما البثور اللي انا عندي، اللي مش عندي بثور سودا بس البثور البيضه اللي هي الدهون دايما بتركز عندي في المنطقه دي. تمام. وده بسبب لخبطه هرمونات، انا في مرحله الرضاعه وكآبه واكتئاب، فالهرمونات ضاربه في دماغي مش قادره اوصفها. دي يا جماعه بتيجي مع بعض باكت كده بتتباع دلوقتي، بقى سعرها رخيص مش غالي خالص، وبتتباع في مستلزمات التجميل، بتتباع في محلات كتيره جدا، محلات الهدايا والحاجات دي بيبيعوها. حتى هي اسمها فلامينجو، في منها على فكره تقليد، مش شرط تجيب الاصليه، كله بيأدي نفس الغرض. طب بعد ما اخلصها برميها؟ لا، بغسلها كويس وبنشفها كويس جدا وبرش عليها كحول وبسيبها تتهوى كويس، او لما تنشف تماما بشيلها وبستخدمها تاني. ممكن استخدمها معايا شهر او شهرين. استخدمها مثلا انا مش وشي مشعر، فكل شهر ممكن استخدمها مره واحده. في واحده وشها لا مشعر اكتر ممكن في الشهر تستخدمها مرتين، مفيش مشكله. ممكن تقعد معاكي شهرين 3 كده، وبعدين تبتدي تخلصي منها وتاخدي واحده تانية طول ما انت بتعقميها كويس. هل الشفره دي بتزود الشعر في الوش؟ اطلاقا اطلاقا. انا بقالي دلوقتي داخله في 3 سنين بستخدمها، مفيش اي حاجه خالص، وانا شعر وشي اصفر. مفيش خالص، لا بتسود الشعر. يعني انا عماله اقول لكم شوفوا، يعني انا اقسم بالله الشعر اللي طالع في المنديل اصفر، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، بس هو شعر اصفر اهو. بقالي 3 سنين بستخدمها، ما سودتش الشعر، ما طلعتش الشعر زي الرجاله. يعني في ناس بتقعد تقول لا دي هتطلع شعر زي شعر دقن الرجاله. لا يا جماعه، هما بيستخدموا الموس دي حوار تاني خالص. وبصيلات دي برضو بصيلات المسان دي بتطلع شعر، بيبقى اسمها بصيلات وشهم هنا الدقن ده غيرنا. احنا هرمون الانوثه قافل المكان ده، الا لو واحده عندها تكيسات بنسبه عاليه قوي، فبتلاقي بيطلع لها شعيرات في دقنها كتير، وده ما ينفعش معاها اي حاجه غير ليزر. نجيب من الاخر. دلوقتي دي ما بتطلعش شعر زي الرجاله ولا اي حاجه خالص، ما بتقلش الشعر، خفيفه قوي على الوش، تستخدميها سهله جدا في الاستخدام، ما بتعوركيش. لكن الحاجات التانية اللي احنا شرحناها ممكن تسبب جروح في البشره. طب انا خلاص خلصت، اعمل ايه؟ اروح اغسل وشي بميه ساقعه وتلجايه وامشيها على وشي.
لو انت حاطه ميه الورد في التلاجة، ازازه ميه الورد في التلاجة، شويه ميه ورد على قطن او على منديل ومشيها على وشك، مفيش تلجايه ومشيها على وشك. المهم ان انا بس اشد الوش، اقفل المسام بس كده. لو عندك سيرم حلو للوش حطيه بعدها، بيرطب كده وبيخلي الوش جميل جدا. عندك الهيلورونيك زي ما انا عملت حطي تاني بعد، مفيش اي مشكله. لو انت وصلتي معايا لنهايه الفيديو استاذنك تنزلي في الكومنتات تصلي على النبي، ويا ريت تدعوا لاخواتنا ان شاء الله ان شاء الله بالفرج القريب باذن الله. اي سؤال انا تحت امركم، اساليني في الكومنتات وبرضه هطلع سؤالك وهرد عليك ان شاء الله. استنوني في فيديوهات تانيه كتير. مع السلامه.